السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهارده؟ ضرب نار بسم الله ما شاء الله. انا عندي كده طرابية غدا ماشي، مش لحوم بقى وفراخ بقى والكلام ده كله، لا حاجة على الاخر. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ قبل ما ندخل على مقاديرنا يا ريت تحط اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا ندخل على وصفتنا. اول حاجة هبدأ بيها الكبد والقوانص، غسلاها ومخليها زي الفل. هبدأ بقى ان انا اقصقصها كده بالمقص، بتقص معاكي بسهولة جدا. القوانص لوحدها يا جماعة والكبدة لوحدها. هبشر بقى كده بصلتين كبار اهوت، هحط عليهم معلقه سمنه وشويه زيت. اول ما يبداوا كده ان هما يتبالوا معايا هنزل القوانص على طول ماشي اهيت ما شاء الله. تاخد كده صدمه معايا وابدا ان انا اتبلها ملح بقى وشويه فلفل اسود وشويه مثلا بابريكا ومعلقه بهارات فراخ ماشي ونطره شطه، واقلب كل ده كويس مع بعض واسيبهم على نار هاديه كده. اول ما خلاص كده بدات تاخد اللون احط لها الكبده ماشي واغطيها واسيبها بقى على جنب مع نفسها كده، وندخل في حاجه تانية. هعمل بقى كده بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم احط معلقه توم كبيره وعليها مثلا قرنين شطه متقطعين كده، وافضل اشوح فيهم. معايا كبده اسكندراني كده ما شاء الله، هحطها على طول كده وابدا اشوح فيها. اول ما تتشوح معايا معلقه كمون ومعلقه بهارات ومعلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، وهقلب كل ده مع بعضه واقوم سايباه برده على جنب. هاجي على السجق كده، معايا طاسه اهي، انا مقطعه السجق يا جماعه. اول ما هيبدا ان هو يتشوح معايا مقطعه له بصلتين وطماطمايه وقرن فلفل، واقلب كل ده كويس مع بعض واسيبه برده على جنب. انا معايا هنا كفته، هي دي كفته جاهزه، هقطع عليها حزمه بقدونس وابدا ان انا اصبعها معاكم اهو ما شاء الله. هجيب شلومو كده واصبعها عليها عشان تبقى مفتوحه معايا في النص زي الجاهزه بتاعت بره واحلى كمان شويه. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ اخلص الكميه كلها كده يا حبايب قلبي كده ما شاء الله. خلصت اهوت، هدخلها الفرن ماشي كده ما شاء الله، شغاله معايا زي الفل اهيت. هبدا ارفعها بقى على النار كده عشان تبدا ايه تشرب ميتها. احط كده فحميه على النار اهوت. اول ما تبدا كده ان هي تولع معايا خلاص كده الكفته بقت زي الفل. احط حته فويل كده واحط نطره زيت واقوم مغطيه كل ده مع بعضه. انا بقى كده سلقه ما شاء الله طبقين بيض. معايا كده بقى 3 كيلو بانيه، ههيئهم معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه بابريكا كبيره، معلقه ملح، معلقه بهارات فراخ، وهقلب كل ده كويس، وتوم باودر طبعا وبصل باودر. هقلب كل ده كويس مع في قلب بعضه كده اهو ما شاء الله، عشان هعمل بيه نوعين يا جماعه، كوردون بلو وهعمل بانيه عادي. تمام. اول ما هيتبل معايا كده هاخده بقى ونروح كده. اول حاجه هعملها الكوردون بلو كده. انا معايا الحشوات اللي انت عايزاها، بس اهم حاجه مع الحشوه تكون فيه جبنه موزاريلا. هبدا كده اسمي الله واحط حته بانيه واحط حته جبنه موزاريلا، اي لانشون بقى عندك كده اهوت، اكنك بتحشي محشي بسم الله ما شاء الله، ولا بيفك منك ولا اي حاجه، والطعم حكايه. لقيتي مثلا انت بتقطعي البانيه حته تخينه كده بحرف السكينه كده وافتحيها ماشي عشان تبقى معاكي حلوه قوي. هبدا بقى ان انا اشكل كده بكل اللانشونات اللي عندي لغايه لما اخلص الكميه اللي انا عايزاها اهوت ما شاء الله. ما خدش معانا اي وقت وبجد طعمه تحفه. اي حشوه عندك عايزه تحطيها حطيها ماشي. انا هخلص بقى الكميه كده يا حبايب قلبي مع بعض ونرجع مع بعض تاني. انا معايا كده بقى جورنان ماشي، هحط فيه معلقه دقيق وكوبايه دقيق معلش، واحط كيس بقسماط، واكسر بقى كده 5 بيضات عشان ما شاء الله انا معايا كميه البانيه كبيره ماشي. خلاص كده احط بقى معلقه فلفل اسود كبيره كده حلوه عشان الزفاره، ومعلقه ملح، وهخفق كل ده مع بعضه ما شاء الله. كده بقى خلاص الكفر الخارجي خارج جاهز معايا كده يا حبايبي. الكوردون بلو انا خلصت اهوت. هبدا بقى اسمي الله وانزله في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط ماشي ما شاء الله. هخليه اهم حاجه ان هو يشف في التلاجة عشان لا يفك منك ولا يجرى له اي حاجه بسم الله ما شاء الله. اخلص الكميه كلها مع بعض كده اهو يا جماعه. انا خلصته كده بقى. ده البقسماط والدقيق اللي كانوا عندي ماشي. هقلبهم على بعض كده واجيب كيسين فيجيتار واقلب كل ده في قلب بعضه كده، واجيب بقى كميه البانيه اللي معايا باقيه تاني اهي ماشي ما شاء الله. ما كنتش حاطه عليه بيض، هكسر عليه بيضتين بقى كده، ومعلقه فلفل اسود كبيره. انا كنت كده كده محيقاه معاكم، وهقلب بقى كل ده في قلب بعضه كده ما شاء الله كده ماشي. الطريقه دي سهله قوي يا جماعه، وبتطلع بجد في الاخر النتيجه حلوه قوي. يلا بقى يا جماعه اهوت. هفضل ان انا احط له الكفر الخارجي كده، اهم حاجه اضغط عليه كويس عشان يشرب من التتبيله كده يا جماعه ما شاء الله. خلصت. نبدا نقلي بقى اهو. هختبر كده بس الزيت، وهنزل بقى الكوردون بلو كده معايا، وهفضل مش هقلب فيه لغايه لما يبدا ان هو يتشوح معايا يبدا ياخد اللون كده يا حبايبي. بقى لونه زي الفل اهوت. انا مش هنشفه قوي
هطلع كده بقى بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ نقلي بقى البانيه كده. ما شاء الله بجد الاكل كان تحفه، بالف هنا وشفا لكل اللي كل منه. يمين بقى وشمال كده على طول عشان كله يستوى يعني من كل الاتجاهات اهوت. ما شاء الله كده. ايه رايكم في اللون؟ حلو قوي. تيجي بقى تعالي على المش كده. معايا بقى كميه مش محترمه كده، اللي هي المفروض الجبنه الحادقه. تمام كده اهوت. هحط بقى شويه طحينه محترمين وشويه زيت كويسين قوي، وهفضل اقلب كده. انا عايزاه كريمي، ولا هو تقيل ولا هو خفيف اهوت. ما شاء الله هفضل اقلب كده كويس قوي. كان طعمه حلو قوي بصراحه. مقطعه بقى كده طماطمتين على جنب، قطع صغيره خالص، بيفتح النفس بصراحه جنب الاكل. ماشي. هو والجبنه البراميلي، يعني انا حاطه مثلا 3 مش و3 جبنه براميلي. تمام كده جنب الاكل اهوت. هفضل اقلب كده لغايه لما ياخد اللون معايا كده. ايه رايكم في الجمال؟ بصوا يا جماعه القوام، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. ما شاء الله. هحط بقى كده القوطه وشويه زيت كمان عشان يديله لمعه كده حلوه اهو. انا بحط القوطه في الاخر عشان ما بحبهاش ان هي تتهري معايا ولا حاجه. هو يا دوبك تقليبه بس كده، وهبدا ان انا اغلف على طول. الحاجه اللي هخلصها اغلف على طول. هبقى انا طبعا سلقه البيض وقشرته، هزعلله بقى كده. حاطه زيت وحاطه معلقه سمنه. السمنه بصراحه بتديله طعم حلو قوي، وريحته كانت بصراحه فظيعه اهوت. ما شاء الله كده خد اللون معايا بقى زي الفل. هقوم مطلعاه بقى ورايحه مغلفاه على طول، ورشه عليه ملح وفلفل اسود وزي الفل كده. يا جماعه نبدا نعبي مع بعض. ايه رايك في الكفته بتاعتي؟ لا بصراحه كفته جباره كده اهو يا حبيبي. ده الكبده الاسكندراني. عملت منها طاجنين برضو كده بسم الله ما شاء الله. التوم بيديها نكهه فظيعه. دي الكبد والقوانص. ماشي. ده سجق برضو عملت منه طبقين كده. ما شاء الله البيت كان 3 اطباق. هنا بقى الكوردون بلو والبانيه، 3 بانيه و2 كوردون بلو زي ما انتوا شايفين كده. والمش بقى كده انا جهزته اهوت. هعمل بقى حاجه حلوه. انا هعمل يعني 6 علب كريم كراميل. كل علبه بتاخد كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن. تمام كده. هحط 12 كوبايه لبن اهو بسم الله ما شاء الله اهو، وارفعه على النار على طول. اول ما يبدا يغلي كده بقى هسيبه لغايه لما يغلي. هجيب بقى الصينيه اللي انا هحط فيها، هفضي العسل كده. ماشي. الاكياس كلها اللي معايا 6 اكياس، واقوم حطاهم في الفريزر بقى يا جماعه. ماشي. عبال ما اخلص الكريم كراميل، عشان لما اجي اصب ما يطلعش على الوش، يفضل لازق تحت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هحطها في الفريزر وارجع بقى للبن اهو. ما شاء الله اول ما يبدا يغلي هقوم منزله كريم كراميل كده، وافضل اقلب فيه كويس قوي لغايه لما يغلي غلوه محترمه كده. ما شاء الله بصراحه كان حلو قوي. الاكل كله كان زي الفل بالف هنا وشفا اهوت. بالشكل ده هفضل اقلب فيه كويس لغايه لما يبدا ان هو يطلع فقاقيع زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله وكده غلي اهوت وبقى زي الفل اهوت. ماشي. اقوم رايحه بقى جايبه الصينيه بتاعتي من الفريزر. خلاص هو كده بقى زي الفل اهوت. ما شاء الله يا جماعه تقيل كمان. بصوا القوام بتاعه بقى تقيل خالص، مش زي اللبن العادي. هروح بقى اجيب الصينيه اهيت يا جماعه. العسل كده ماسك فيها كويس قوي. هجيب بقى مصفى وابدا اصفيه عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه ماشي ما تطلعش فيه يعني. وبالشكل ده يا جماعه يكون الفيديو خلص. وايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لا